في الرأي هذا نواصلوا مع المدرب المختار التليلي اللي معنا على الخط الهاتفي عنده ما يحكي على تكوين الشبان. سي مختار مرحبا بك. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بالحضور، وخاصة شكري الواعر اللي فقدناه عندنا مدة في البلاتو. عايشك بارك الله فيك. سي مختار، انا حبيت نتداخل في موضوعين. الموضوع الاولاني هو كلام حاتم الطنابلسي والشك والشكوك والاتهامات فيما يتعلق بالتكوين نتاع المدربين التوانسه. فاول حاجه هو يجهل تماما كل ما يتعلق بتكوين المدربين، لانه ماهوش من اهل الاختصاص ولا قريب للجامعه باش يبدا عنده ملم بالموضوع كما يلزم. وعلى موضوع باش نعملوا للمنتخب هذا U17 بعد هالدوره هذه. اولا تفضل سي مختار. نقول في السي حاتم اللي باش تاخذ الدرجه الاولى في ميدوغري ماهوش كما صنفتها انت وكما انت وصفتها للجمهور وللراي العام التونسي، واعطيتهم فكره غالطه ومش صحيحه على تكوين المدرب التونسي. سي مختار، ولو سيدي انت تتوجه راهو للبلاتو الكل مش الحاتم فقط. ها انا نسمع للبلاتو الكل. للبلاتو الكل لانه هذا واحد من المجموعه راهو. حاتم واحد من المجموعه راهو. لانه هو حاتم الوحيد اللي يشك في مقدرة المدرب التونسي وفي مقدرة المكونين التوانسة، في مقدرة الجامعة التونسية وفي مقدرة الرياضيين بصفة عامة. ما فما تقولش عليه في البلاد فما كان حاتم الطنابلسي المهدي المنتظر أو مفتي الجمهورية في كرة القدم التونسية يعتبر. فاللي حاب نقوله أنا اللي كونه أنا مانيش مسؤول على تكوين المدربين في الجامعة، أنا مسؤول على الفوتبول دو باز. يعني فوتبول دو باز هي المرحله الصعيبه والصحيحه في تكوين الشبان نتاع المستقبل. حبيت نقول اللي كونه باش تاخذ الدرجه الاولى، باش يدخل اول حاجه لازم يكون لاعب الشخص. والوزاره الشباب والرياضه من عام 89 عملت قانون سنت به اللي كل اللاعبين الدوليين من حقهم بو سيرفيس روندو تعطيهم الدرجه الاولى. واضح. باش من بعد هما ينجموا يدخلوا في المسار نتاع تكوين المدربين ويعملوا مسيرتهم التكوينيه في التدريب. ثم اللي ما عندهمش اللاعبين اللي ما لعبوش في المنتخبات يعني ينجموا يدخلوا للدرجه الاولى، لكن الدرجه الاولى ماهوش كما حكاها سي حاتم. الدرجه الاولى تتم على 3 مراحل. المرحله الاولى برومي نيفو، المرحله الثانيه دوزيام نيفو. وقت يتحصل عليه في مده عام ينجم بعدها هي يدخل باش يعدي لو برومي دوغري اللي هو الاديوكاتور بصفه عامه. يعني مش في 15 يوم سي مختار؟ لا مش في 15 يوم، مش صحيح. واضح. مش صحيح. على طول السنه التكوين هذا. سي مختار باش يتعدى للدرجه الثانيه لازم يدرب عامين في نادي. مش اسمع فيكم مليح راني يا لبيب راني. تفضل تم بعد يرجع حاتم. لا ما عندوش المعطيات حاتم باش يرجع عليا في الموضوع التكوين المدربين. ما عندوش المعطيات. عاد شكون قال لك اللي ما عندوش معطيات؟ عاد صحيح كبير ما شاء الله، وتونس كلها والعالم كله يستعانوا به. فهمت؟ اما بالنسبه لتكوين المدربين مش هذه النظره اللي حبيت نقول، حبيت نعطي نظره صحيحه على كيفيه تكوين المدربين. ثم من يكون المدربين يكونوهم الناس. اول حاجه فما قانون مسن من طرف الجامعه التونسيه لكره القدم ومن طرف الاداره الفنيه اللي هو ما يدرب. كان يحكيوا الاخوان على اللي ياخذوا الباتنون ويدخل في على البنك وهو عنده في دوغري. صحيح في وقت من الاوقات الاداره الفنيه ما طبقتش القانون، لكن تو منذ سنتين الاداره الفنيه قاعده تطبق في القانون وقاعده اللي قاعد يدخل بالبادج نتاع ديجان وهو انترينور تصدوا له. موجودين سي مختار، موجودين عاد. موجودين سي مختار عاد في الموسم الفارط في بدايه الموسم الحالي موجودين. ما تنجمش تدخل في الانديه. هذا شو اللي قلت الحاتم انا. ما تنجمش الانديه هم اللي يلزمهم هم ما يلزموش يعالجوا الامر هذايا. ما يلتشوش للغش للتحيل. الغش الانديه هم يفلسفوا في الغش. فما ناس هم ما عندهم حتى دوغري تو يعني في ناسيونال. فما ناس ما عندهم حتى دوغري، ما عندهمش دوغريات. الوزاره عطاتهم دوغري، عطاتهم توازيام دوغري بغير اللي عندهم امتحانات. عاود غش فيه. اعطيونا معاكم. فهمت؟ اذا سي مختار هذه النقطة وضحتها يا سي مختار. ما بعد سي مختار
انت وضحت النقطه هذه. حاتم عنده ما يعقب عليك. حاتم هاي. انا اللي متاكد انه حتى حد ما يصدق شنو اللي قال السي مختار على خاطر معناها على خاطر بالكاشف. انا نعطيك التصريحات نتاعك بالكاشف. انا ظهرت انت معنا. لا خلينا نكمل يا سي مختار. سي مختار احترمت والديك. سي مختار ما تحشمش. سي مختار من حتى حد مختار يمنون. سي مختار يا بتاع الدراغ. سي مختار مشكور جدا سي مختار. تليلي يعطيك الصحة. ما حبيناش نوصل للمستوى هذا بكل صراحة من مربي وأستاذ ومدرب. أنا مش مشكل ما يقلقنيش صدقني والله. أنا لا نتقلق لا من حتى حد لا اللي يشتمني على المباشر ولا اللي على الفيسبوك ولا على راني نتقبل النقد مهما كان الناس الكل. حتى كان ما انت ما كانكش قلت له ما نصدقش. أنا ما نصدقش. قلت أنا مش أنا نصدق نحكي حتى الشارع التونسي. وانا متاكد انه الشارع التونسي لا يصدق مختار التليلي. علاش تتحدث باسم الشارع؟ متضارب في الاقوال. انا اعطيك كيما انت نجم يصدقك الشارع كيما نجم ما يصدقكش. حتى المختار التليلي ولا غيره من المدخلين ولا من الفنيين ولا من الناس. حنا بعد تبارك الله عندهم مذيعين وعندهم تلفز. عندي مدرب يجي اللي عمل بريمي نيفو اللي عمل دوزيام نيفو واللي خدا البريمي ديجري. يجاو خويا مرحبا بكم تو تجاو وتسجلوا معاه. اكثر شيء من هكا قول له كيفاش خديت. ونعطيك تروازيام دوغري ودوزيام دوغري. تو غير ثم ملاعبيه ما تنجمش تتكلم. ثم ملاعبيه قبل ما يحطوش اللغه الفرنسيه حتى في الكلام ينقلوا تنقيل. نعطيك حاجه راهو هذايا واقعنا. هو يحب يتكلم خدمه في الجامعه اوكي دبر راسه مش مشكل يصور في وهذايا. نعطيك حاجه معروف تاريخيا اللي يحب يسأل على التاريخ مختار التليلي كمدرب. لا انا نعطيك توضيح. هو ما عادش معنا تو في كان يحب يجاوب مرحبا به. لا مش موضوعنا باش ناخذ تو في تجاذبات. لكن باش نوصل للمستوى هذا زايد. كي تكلمنا على الواحد كيفاش ياخذوا راني انا من جاي نتبلى